انتوا عارفين لما تكون الدنيا زي ما هي معايا دلوقتي كده مكحرطة يعني شوية ومفيش اوردرات ولا في شغل ولا في نفس للتصوير قوي يعني وان انتي تعرضي الشغل بتاعك بأحسن حاجة. عارفة بعمل ايه؟ اول حاجة اكيد هفكر فيها ان انا هتصل ببلوجر عشان تعمل لي اعلان للشغل بتاعي وعشان يجيني اوردرات الصفحة بتاعتي تعلى وكده. عارفين هعمل ايه؟ مثلا هتصل بيها: الو، السلام عليكم، ازي حضرتك، عامله ايه؟ انا ساره حارس، انا بشتغل هاند ميد وبشتغل شنط واي حاجه تخص الهاند ميد ومحتاجه حضرتك تعملي لي اعلان لشغلي عشان يجيني مبيعات ويجيني شغل. حلو، حلو. فهي هتقول لي مثلا ايه: طيب تمام، انا محتاجه من كل حاجه بتعمليها حاجه، وهاخد 10,000 بلس ان انا هاخد الحاجات اللي انت هتبعتيها لي دي، يعني المنتج اللي انا هعرض عليه اللي هعمل عليه الاعلان طبعا هاخده، وكمان 10,000 جنيه. فانا هقول لها طيب ماشي اوكي، يلا تمام اتفقنا. اتفقنا. تيجي بقى وقت الاعلان، هي هتعمل الاعلان ازاي؟ انا هقول لكم بالظبط اللي بيحصل. اول حاجه هي بتظبط الكاميرا كانها مش حاطه كاميرا اصلا، تمام؟ وهتعمل كده: صاحيه من النوم مثلا يعني وليكن، اول حاجه لازم اعملها اول ما اصحى من النوم ان انا اشرب الكوفي بتاعي. انا مش واخده بالها ان في كاميرا محطوطه اصلا، تبقى بقى لها 10 ساعات بتظبط في الكاميرا وهي اساسا بتقول لكم انها لسه صاحيه من النوم. ماشي، بس انتوا كانكم مصدقين، ما انتوا سبحان الله بترفعوا الاعلان وبيجي اوردرات منه. تمام، اوكي. نخلص بقى من مرحله الكوفي. بعد ما بتخلص مرحله الكوفي بتفتح او تقفل اي ستاره. اقفلي وافتحي براحتك زي ما انت عايزه، ما انت بتعملي اعلان، هو ده من اساسيات الاعلان. مثلا اهو، برضو الكاميرا اصلا هي مش واخده بالها ان في كاميرا اصلا، يعني كأن مش هي اللي ظابطه الكاميرا خالص. تفرض بقى تعمل الحركات دي، فاهمين؟ تمام، خلصنا من مرحله الستاره. نيجوا بقى الحته المهمه اللي هي حته الاعلان، ان هي بقى فين بقى الاعلان؟ فين حقي انا يا ستي؟ انت واخده من كل اوردر، من كل منتج حاجه، واخده 10,000 جنيه، فين حقي في انك شربتي كوفي وعملتي فتحتي ستاره؟ هقول لكم بقى الحته جايه فين. هنا بقى الجزء المهم جدا اللي هو خلاص هي تعلن بقى على المنتج بتاعي اخيرا، ان انا واقفه اتفرج بقى كده اقول انا فين بقى؟ فين الاعلان بتاعي؟ فتجيب شنطه. تقول لكم طبعا انا حاجتي كتير قوي يا بنات، حاجتي كتير جدا. لازم طبعا اخد الفاونديشن بتاعي، واخد طبعا الصن بلوك بتاعي، واخد طبعا معرفش ايه، يعني كل حاجتك. وطبعا يا بنات الحاجة دي كلها كتير جدا، وطبعا احنا كبنات بناخد حاجات كتير قوي واحنا خارجين. فطبعا عايزه اقول لكم ان ساره، في بنوته على التيك توك اسمها ساره حارس بتعمل شنط تحفه جدا، ودي مثلا من عندها، وما شاء الله يا بنات الشنطه واسعه جدا وبتاخد حاجات كتير قوي وستايل حلو قوي كمان. ومش بس كده يا بنات، دي عندها كل الالوانات، تقدري تختاري اللون وتختاري المقاس وتختاري اي حاجه هي بتصممها لك. لا، ومش بس كده، ولو جبت لها صوره اي منتج بتعمل لك زيه. البنوته دي فنانه يا بنات، تابعوها، الشغل بتاعها حلو جدا والماتيريال بتاعتها تحفه قوي. وما تنسوش تعملوا لها فولو، في اول كومنت مثبت الحساب بتاعها. يلا باي. اللي انا دافعه فيه من كل منتج عندي حاجه و10,000 جنيه، ده الاعلان اللي هيتعمل لي. وطبعا انتوا ما شاء الله بتعملوا فولو وتعملوا متابعه وتدخلوا تشوفوا حسابي وترفعوا. طب وليه اللفه دي كلها؟ وليه؟ طب ما انا موجوده اهو، صاحبه المنتج، بقول لكم يا جماعه انا عندي شنط حلوه، شنط لذيذه، حاجات جميله جدا، بعمل حاجات حلوه، تابعوني، اعملوا فولو، اعملوا شير، اعملوا حاجات كتير قوي. انا صاحبه المنتج، ليه نلف اللفه الكبيره دي؟ تعبتوني.